حقيقة تبادل ميسي ورونالدو والهلال والنصر. هل يضم الهلال إيسكو؟ سر غياب سلمان الفرج عن قائمة الهلال في مونديال الأندية. ليونيل ميسي مقابل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في النصر، اقتراح قد يتحول إلى حقيقة بعد التطورات الرسمية الأخيرة التي شهدها الشارع الرياضي السعودي خلال الساعات القليلة الماضية. رونالدو البالغ من العمر 37 سنة انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الميركاتو الشتوي يناير 2023 لمدة موسمين ونصف مقابل 500 مليون يورو أي 2 مليار ريال سعودي. أما الأسطورة الأرجنتينية ميسي ينتهي عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2023 وسط تضارب الأنباء بشأن التجديد من عدمه، على الرغم من ارتباط اسم ميسي بالانتقال إلى النادي الهلال في حال الرحيل عن الفريق الباريسي، إلا أن النصر قد يخطف اللاعب خلال الفترة القادمة بعد التطورات الأخيرة والتي جاءت على النحو التالي: رحيل كريستيانو رونالدو. الفرنسي رودي غاريسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أعلن في تصريحات لشبكة تالك سبورت رحيل رونالدو عن العالم قبل نهاية عقده في يونيو 2025 والعودة إلى الملاعب الأوروبية مجددا. من بين خيارات الأسطورة البرتغالية في حال العودة إلى أوروبا أندية تشيلسي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزيين وباريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو ريال مدريد الإسباني وسبورتينغ لشبونة البرتغالي. فريق خارق بالنصر. مصدر في إدارة النصر كشف في تصريحات لماريو كورتيغانا عن أن المسؤولين في النادي يريدون صناعة فريق خارق بضم أسماء أسطورية أكبر من البلجيكي إيدين هازارد جناح ريال مدريد الإسباني. وهذه التصريحات تعيد فتح ملف ليونيل ميسي مجددا، خاصة بعد تلميحات الأمير فيصل بن تركي كحيلا عضو الشرف الذهبي بنادي النصر برغبة العالم في التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية. في مفاجأة من العيار الثقيل، ترددت أنباء قوية عن حسم مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل صفقة عالمية كبرى في الشتاء الحالي. ومع إغلاق باب الانتقالات الشتوية في المملكة العربية السعودية انتهت عقوبة حرمان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من التعاقدات. وغرفة فض المنازعات وبتأييد من مركز التحكيم الرياضي حرمت الزعيم الهلالي من التعاقدات في الصيف الماضي ويناير الحالي على خلفية قضية تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو. وحسب هذه الأنباء سيتعاقد مجلس إدارة الهلال مع النجم الإسباني إيسكو ألاركون جناح ريال مدريد الأسبق مستغلا حالة اللاعب وذلك التعاقدية الحالية بعدم ارتباطه بعقد مع أي فريق آخر. ورحل إيسكو عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أشبيلية الإسبانية في 21 ديسمبر 2022، ما يجعله يستطيع التوقيع مع أي فريق آخر خارج فترة الانتقالات الرسمية. القانوني الرياضي أحمد الشيخي نفى إمكانية تعاقد نادي الهلال مع إيسكو أو أي لاعب حر خارج فترة الانتقالات الرسمية. وكشف الشيخي في تصريحات تلفزيونية عن أن العقوبة الصادرة من غرفة فض المنازعات تنص على عدم قدرة الهلال على التعاقد مع لاعبين جدد إلا في فترة التسجيل التالية لانتهاء العقوبة. وأشار القانون الرياضي إلى أن اعتبار هذه العقوبة عقوبة الهلال انتهت مع إغلاق الميركاتو الشتوي يناير 2023، فإن النادي لن يستطيع التعاقد مع لاعبين جدد إلا في الانتقالات الصيفية القادمة. وأوضح أحمد الشيخ أن الهدف من هذا النص كان لمنع الهلال من التلاعب بإقناع أي لاعب بفسخ عقده مع ناديه قبل إغلاق الميركاتو السعودي ومن ثم ضمه خارج فترة الانتقالات الرسمية عقب انتهاء العقوبة. كشفت تقارير صحفية عن إجابة السؤال المهم لجماهير الهلال: لماذا خرج القائد سلمان الفرج من قائمة الزعيم في كأس العالم للأندية 2022؟ تستضيف المملكة المغربية بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 1 إلى 11 فبراير 2023 بمشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حامل لقب آخر نسخة من دوري أبطال آسيا. وشهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال غياب سلمان الفرج الذي لم تتأكد جاهزيته للسفر برفقة بعثة الفريق في كأس العالم للأندية، وكذلك محمد البريك وحمد اليامي اللذين يواصلان برنامجيهما التأهيليين في مقر النادي. وأفادت الصحيفة الرياضية بأن اللاعب سلمان الفرج بحاجة للمزيد من الوقت لالتئام العظم، حيث اتفق الجهازين الطبي والفني على عدم المجازفة به خشية تجدد الإصابة واستمرار غيابه نهاية الموسم. يستعد الهلال لملاقاة الوداد المغربي على ملعب الأمير مولاي عبد الله يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام بالمغرب خلال الفترة بين 1 و11 فبراير القادم. من المقرر أن يتأهل الفائز من الوداد والهلال لملاقاة فلامينغو البرازيلي في 7 فبراير المقبل في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2022 التي تشارك فيها أندية الهلال والشباب والفيصلي. تستضيف قطر مباريات الأدوار الإقصائية بعد قرار من الاتحاد الآسيوي على إقامة المباريات المتبقية من المسابقة بنظام التجمع.
وأعلن الاتحاد الآسيوي جدول مباريات دور السادس عشر من البطولة التي حدد فيها مواجهة الهلال مع نظيره شباب الأهلي الإماراتي الساعة 9 من مساء يوم الاثنين 20 فبراير القادم في استاد الجنوب المونديالي. ويواجه الشباب نظيره ناسف الأوزبكي الساعة 9 من مساء يوم الأحد 19 فبراير في استاد الجنوب المونديالي. يلتقي فريق الفيصل بمنافسه فولاذ الإيراني الساعة 6 من مساء يوم الاثنين 20 فبراير في استاد الثمامة أحد الملاعب التي استضافت مباريات المونديال مؤخرا. في حين يلتقي ممثلا عن قطر دحيل والريان الساعة 6 من مساء الأحد 19 فبراير في استاد الثمامة. وستقام مباريات ربع والنصف النهائي يومي 23 و26 فبراير في ملاعب قطر أيضا. وتقام مباراة ذهاب الدور النهائي يوم 29 إبريل على أرض الفريق المتأهل إلى النهائي عن منطقة الغرب. وتجرى مباراة الإياب يوم 6 مايو 2023 في سايتاما باليابان أرض نادي أوراوا ريد دايموندز المتأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق. يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أوقاتا عصيبة في ظل حرمان الفريق من التعاقدات خلال الميركاتو الشتوي الجاري واقتراب رحيل أكثر من لاعب. يستعد الزعيم الهلالي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي تستضيفها المملكة المغربية في الفترة من 1 إلى 11 فبراير القادم. ويواجه الهلال نظيره الوداد البيضاوي السبت الموافق 4 فبراير القادم في الدور الأول من كأس العالم للأندية في تمام 5:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. 5 لاعبين يدخلون الفترة الحرة. دخل 5 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفترة الحرة خلال الميركاتو الشتوي الجاري ليحق لهم التوقيع لأي ناد. اللاعبين هم لويسيانو فييتو ومحمد جحفري وعبد الله عطيف وجانج هيونسو وأوديان إيجالو، حيث تعد أغلب العناصر من القوام الأساسي للفريق. إدارة الزعيم برئاسة فهد بن نافل سوف تبحث عن تجديد عقود بعض اللاعبين خلال الأيام القليلة القادمة لتتجنب رحيلهم بشكل مجاني في الصيف المقبل. يستمر الحديث بشأن مستقبل الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني الذي يدخل في الفترة الحرة من عقده مع الملكي والذي ينتهي في يونيو المقبل. يسعى ريال مدريد إلى التجديد لموسم واحد مع نجمه الأول في ظل سياسية التجديد لنجوم أصحاب الأعمار المتقدمة بعد إكمال عامه 35. حسب شبكة ريليفو الإسبانية يسعى ريال مدريد إلى التركيز على التوقيع في الصيف المقبل مع مهاجم رقم 9 مع التجديد لبنزيما لموسم آخر. وتشير المصادر إلى أن المغامرة بدفع 150 مليون يورو لدور تيموند من أجل متوسط الميدان بيلين